لا زيت مغشوش في مهرجان الزيتون. أكد وزير الزراعة خالد الحنيفات أن نتائج فحوصات مختبر زيت الزيتون الموجود في مهرجان الزيتون الوطني الرابع والعشرين أظهر أن 61% من فحوصات الزيت هي بكر ممتاز، و35% من الفحوصات هي من الزيت البكر والزيت العادي، لافتا النظر إلى أنه لا توجد حالات غش في الزيت. وأكد الحنيفات أن وزارة الزراعة تقوم بمتابعة حثيثة لزيت الزيتون عبر مختبرات فحص الزيت وفرق الفحص الحسي ومندوبي المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس على مدار الساعة في المهرجان. الحنيفات أشار أن ما تقوم به الوزارة جعل من مهرجان الزيتون مكان ثقة للمستهلكين لشراء زيت الزيتون من أرض المهرجان. وبين الحنيفات أن 20% من استهلاك العاصمة عمان من زيت الزيتون تكون من خلاله، حيث أصبح منصة بيع موثوقة لزيت الزيتون والمواد الغذائية بأشكالها المختلفة. وكانت وزارة الزراعة أعلنت أن إدارة مهرجان الزيتون تحفظت على عبوات زيت زيتون غير صالح للاستهلاك البشري وليست مغشوشة، وأشارت إلى أنها سلمت كميات الزيت المتحفظ عليه إلى فرق المؤسسة العامة للغذاء والدواء للسير في الإجراءات القانونية اللازمة، وأظهرت نتائج الفحوصات المخبرية سلامتها.